السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. لما تكون مخنوق ارجع للخالق مش المخلوق. لما تحس بخنقة اتوضى، اسجد وصلي واطلب من ربنا ان هو يفك كربك ويفك خنقتك. ما تروحش تقول لحد انا مخنوق، عشان اخرتها هيقولك معلش ومش هيحللك مشكلتك، انما ربنا هو اللي هيحللك مشكلتك. لما يكون حد مزعلك ومضايقك ما تدخليش على مخدتك وتنامي تعيطي. اتوضي وصلي وادعي من ربنا ان ربنا يجيب لك حقك من اللي ظلمك. قولي حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد ربنا مش هيخيب ظنك فيه وهيجيب لك حقك من كل اللي ظلموكي ونيموكي معيطه. لما تكون محتاج فلوس، مزنوق، مش لاقي حد يديك فلوس، ما تروحش تقول لحد اديني، ما تروحش تقول لحد ساعدني، اصل دلوقتي هيقولك مش معايا. ادعي لربنا وقول له يا رب ارزقني، يا رب اديني، يا رب ابعتلي رزقي ورزق عيالي ورزق بيتي. ما تطلبش من حد ان هو يديلك فلوس، اطلب من الرب مش من العبد. اشتكي للرب ما تشتكيش للعبد. فضفض للرب ما تفضفضش للعبد. احكي مشاكلك لربنا مش لأي إنسان. خليك مع ربنا لأن هو اللي جابك ومرجوعك ليه، ومش هتلاقي حد أحن عليك منه خالص. ربنا كبير، ربنا يرزق كل واحد بأي حاجة هو نفسه فيها. أمين يا رب العالمين. ويفك كرب كل واحد، ويفك خنقة كل حد مخنوق، ويرجع حق كل حد ضايع، ويجيب حق كل حد اتظلم. ربنا معانا أحن من الكل. ربنا معانا أحن من الأب ومن الأم ومن الأخ ومن الزوج ومن الأولاد ومن كل حاجة. قول يا رب، وربك كريم وقادر ربنا يحقق لك كل اللي بتتمناه. لو تعبان أو مريض أو بتشتكي من تعب ما تستناش من دكتور إن هو يشفيك. الدكتور هيكتب لك علاج وهتاخده وهتمشي عليه وكل حاجة، لكن في الأول والآخر الشفاء في إيد ربنا. زي ما جاب لك المرض أو التعب ده قادر ربنا إن هو يشيله منك. قول يا رب، وإن شاء الله ربنا كريم وخير بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.